أكثر ويقربنا من الاستعدادات الجارية والتي ربما اكتملت أو أنها في مراحلها النهائية، بما أنه يفصلون عن المهرجان يوم واحد. سيتطرق للأنشطة، للورشات، للضيوف، الأسماء، الدول كما جرت العادة، ويقربنا أكثر إلى ما يميز الدورة الخامسة عن الدورات السابقة لمهرجان القصة القصيرة جدا، الدورات التي عرفت نجاحا محليا ووطنيا وعربيا. فليتفضل الدكتور. شكرا الأخت زلفى، شكرا للجسم الصحفي الممثل لمختلف المنابر الإعلامية المحلية الذين عودونا دائما على تغطية أنشطتنا وعلى مواكبة جميع تظاهراتنا وإيصال صوتنا إلى مختلف المنابر وإلى مختلف الدخول. كما جرت العادة دائما، لا بد من تسليط الضوء على محاور المهرجان، على أهداف المهرجان، على بعض مثبطات وعلى بعض عوائق مهرجاننا. كما تعلمون اخوتي الاعزاء، نحن بصدد التحضير للنسخة الخامسة من مهرجان الناظور للقصة القصيرة جدا في نسخته الخامسة. ولا أخفيكم أن هذا المهرجان بهذه النسخة أصبح مهرجانا دوليا، إذ سيشهد مشاركة دول تخرج في إطار مشاركتها عن إطار ما هو أمازيغي وما هو عربي وما هو وطني وما هو ينتمي إلى الوطن العربي. لأول مرة ستشارك دول أخرى أوروبية وبالخصوص من إسبانيا. إذن فمهرجاننا لهذه السنة هو مهرجان دولي بامتياز، وراكم تجارب مهمة وحقق إنجازات مثيرة للانتباه. إذن فمهرجاننا الآن وبدون فخر أصبح ميزة أو إضافة نوعية للمشهد الثقافي الوطني والمحلي، بل حتى والعربي أو الدولي. مجموعة تستهدف مختلف الشرائح، تستهدف مختلف المهتمين من أطفال ويافعين وشباب، من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم الجامعية. هناك ورشات قائمة على قدم وساق يشرف عليها أخصائيون، يشرف عليه دكاترة متخصصون في مجال السرديات، كما قلت منذ النسخة الأولى، والنتائج التي حققناها لحد الآن هي نتائج مبهرة. مجموعة من الشباب أقبلوا على الكتابة في هذا الجنس ونشروا كتبا، ولهم مجموعة من النصوص والمحاولات التي لا يمكن الاستهانة بها. وما هو قادم وما هو زاحف وما هو آت سيكون بلا ريب أجمل وأروع بكثير. فنظمنا في هذا الصدد جوائز ومسابقات تستهدف هذه الشرائح كما قلت لكم تشجيعا وتحفيزا وأخذا بأيدي هؤلاء حتى يتمكنوا في المستقبل من كتابات ناضجة، وهو رهاننا الذي راهنا عليه منذ النسخة الأولى كما قلت لكم، ونعتز بذلك. بالإضافة إلى هذه الورشات التي هي كما قلت لكم هي العمدة، وهي قصب السبق الذي راهنت عليه جمعيتنا. هناك بطبيعة الحال إنجازات أخرى، هناك بطبيعة الحال برامج أخرى لا تقل أهمية عن هذه الورشات، وهي الاستماع إلى تجارب
أسماء أخرى، إلى تجارب دول أخرى رائدة سواء في المشرق العربي أو في المغرب العربي أو حتى في أوروبا، وذلك انفتاحا على هذه التجارب واستيعابا لها وتطويرا لتجربتنا الشخصية في هذا الصدد. وجهنا مجموعة من الدعوات لهؤلاء قصد المشاركة في هذا المهرجان، ولا بد من الاستماع إلى صوتهم، ولا بد من تحفيزهم، ولا بد من تشجيعهم في هذا الصدد. أكتفي بهذا القدر ريثما وأترك الفرصة للزميل ولمنسق المهرجان الأخ سيمون هيرش حتى يدلي بدلوه أيضا في هذا الإطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري أشد على أيادي الشباب المنابر الإعلامية بمدينة الناظور ودعمكم ويسندنا دائما، ونفخر بحضوركم الداعم في جميع الملتقيات التي تحييها جمعية جسور للبحث في الثقافة والفنون. في الحقيقة الدكتور جمال قدم تلخيصا مركزا لدورة مهرجان الناظور للقصة القصيرة في نسخته الخامسة. إضافات بسيطة تتعلق بأن الدول التي ستشارك معنا في هذا المهرجان دول سبق لها أن حضرت معنا وسجلت حضورها، ولكن راهنا على أسماء جديدة وحملة أقلام لأول مرة ربما يحضرون معنا هذا العرس الدولي، وهو نحن طبعا سميناه مهرجان الناظور للقصة القصيرة جدا، وهذه إشارة إلى أن الناظور عاصمة للقصة القصيرة جدا بشهادة وفود هذه الدول التي ستشارك معنا. النسخ السابقة استمعنا لمجموعة من الانتقادات التي وجهت لنا، ونحن اليوم في النسخة الخامسة نحاول أن نتدارك مجموعة من الأخطاء ومجموعة من المآخذ، منها مثلا تكرار الوجوه التي شاركت في النسخة الأولى والثانية والثالثة، ولكن نحن الآن في النسخة الخامسة نراهن على وجوه جديدة تماما، بالإضافة إلى منح أو فتح المجال أو ترك المجال مفتوحا تماما لشباب الناظور ولجميع كتاب القصة القصيرة جدا بمدينة الناظور بدون قيد أو شرط، تشجيعا من تم إنجاز مجموعة من البحوث في مجال القصة القصيرة جدا على تتناول أسماء من الناظور خصوصا، تتناول أعمالهم، تتناول إنجازاتهم في هذا المجال، دراستان وتصنيفان وممارستان وما إلى ذلك. ويكفي أن نذكر دائما في هذا الصدد في مجال إسهامات مدينة الناظور في هذا المجال أن التنظير بالإضافة إلى الإبداع، أن هناك فرق بين التنظير والإبداع. التنظير كذلك تعتبر الناظور أو أدباء الناظور من السباقين في مجال هذا التنظير والتقليد لهذا الجنس الذي يسمى قصة قصيرة جدا. ونذكر في هذا الصدد رائد تنظير في هذا المجال هو الدكتور جميل حمداوي، وبالإضافة إلى أسماء أخرى بطبيعة الحال كتبت ولها إسهامات من المنطقة في هذا المجال. إذن فالقصة القصيرة جدا تربح كل يوم مزيدا من البقع والأراضي كما يقال، تستقطب أسماء جديدة، تستقطب أدباء كانوا يكتبون في أجناس أخرى من مثل الرواية والشعر والقصة وباقي الأجناس الأدبية الأخرى. الآن بدأوا يعترفون بهذا
الجنس الأدبي الذي يسمى القصة القصيرة جدا، وهي أسماء وازنة. فنجيب العوفي الناقد المعروف وهو ابن المنطقة بدأ الآن يكتب حول القصة القصيرة جدا ويعترف بها. كذلك نقاد وأدباء لهم صيت ولهم سمعة كبيرة على المستوى الوطني بدأوا الآن ينظرون لهذه القصة ويعترفون بها اعترافا كبيرا. ويكفي أن نذكر أن من بين المشاركين في هذا المجال في هذه النسخة دكتور حميد الحميداني، وهو أكاديمي مغربي معروف، كتب في مجال الرواية ونظر كثيرا للرواية، يكتب الآن كتاب حول القصة القصيرة جدا منظرا ومقترحا منهجا ومقاربة جديدة في هذا الصدد. إذن فالناظور فتح المجال أو وفر الأرض الخصبة لهؤلاء حتى ينظروا، حتى يبدعوا، حتى يعترفوا بهذا الجنس. فليس مبالغة في القول إذا قلنا الآن أن الناظور خطى خطوات جبارة إلى الأمام بتنظيمه